عمرك سألت نفسك بعد ما خرجت من السوبر ماركت هي ايه كمية الحاجات والمشتريات الكتيرة اللي انا اشتريتها دي؟ هتلاقي في الحقيقة ان اغلب الحاجات اللي انت اشتريتها هي حاجات اضافية وزيادة عن اللزوم، انت حقيقي في غنى عنها. طيب هو ده اللي بينقلنا لموضوع الحلقة بتاعتنا النهاردة. هو الاستهلاك بقى جزء اساسي في حياتنا اليومية، ولا هو بس حاجة بتعبر عن الاحتياجات الاساسية بتاعتنا وخلاص؟ انت هنا في برنامج الفيلسوف، وده موضوع الحلقة بتاعتنا النهاردة: العدالة الاجتماعية، ازاي الفلسفة ممكن تنهي دايرة الفقر. في الأول بس ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب للقناة، ويلا بينا ندخل في موضوع الحلقة بتاعتنا على طول. في الحقيقة الاستهلاك خصوصا في الوقت الراهن في عصر العولمة اللي احنا عايشين فيه ما بقاش مجرد حاجة بتكون مكملة لينا، أو احنا من خلالها بنكفي حاجاتنا الأساسية وخلاص. لا، ده بقى طريقة للتعبير عن الهوية والمكانة الاجتماعية بتاعتنا في وسط الناس. وده اللي الحقيقة كتير من الشركات الأوروبية والعالمية اللي بتحاول تسوق له دايما، إنك أنت معاك الماركة الفلانية، أو إنك مشتري العربية الفلانية، أو إن أنت معاك التليفون الفلاني. كل ده بيعبر عن مكانة ووضع اجتماعي مرموق ليك في وسط باقي الناس وفي وسط باقي مجتمعك. هو احنا فعلا بقينا ضحايا للاستهلاك المفرط؟ وازاي ده بيأثر على حياتنا وعلى علاقاتنا في المجتمع، خصوصا بالناس اللي حوالينا؟ في الحقيقة لما نيجي نبص الموضوع زي موضوع الاستهلاك من منظور فلسفي، هنلاقي ان كتير جدا من الناس الفلاسفة التقال اللي اتكلموا على فكرة الاستهلاك بالنسبة للفرد. هنلاقي مثلا واحد زي كارل ماركس، فيلسوف ألماني شهير جدا جدا، اتكلم على فكرة قيمة السلعة. وهو كان بيشوف إن الرأسمالية حولت السلع لأدوات لتعزيز الفجوة الطبقية. فكر فيها كده بشكل بسيط: أنت لما تلاقي مثلا حد معاه موبايل الفلاني وأنت مش قادر تجيب الموبايل الفلاني، أول حاجة بتيجي في دماغك الراجل ده من طبقة أعلى مني، هو من طبقة أعلى مني بكتير جدا، وأنا مش هقدر أوصل له خالص. وهي دي الفكرة الأساسية اللي الرأسمالية بتحاول تغذيها في عقولنا، إنه دايما هيكون في بينك وبين اللي قدامك فرق لو أنت اشتريت حاجة مش معاه. وهي مش بالضرورة خالص تكون دي حقيقية بالمناسبة. فبقت القيمة الاجتماعية يا جماعة بتعتمد على اللي معانا. احنا معانا ايه، احنا بنمتلك ايه. مش فاكر كده فلان دخل حط مفتاح العربية على الترابيزة، طب هو قصده ايه؟ هو عاوز يعرفك ان هو معاه حاجة مش معاك. هو عاوز يحسسك دايما بفرق اجتماعي. وده اللي في الغالب هو اللي بيحصل وبيتم عرضه بشكل كبير من خلال الإعلانات للشركات العملاقة دي، علشان تحسسك ان انت في حاجة غلط لانك مش ممتلك الحاجة دي. تاني فيلسوف معانا النهاردة بيتكلم على فكرة الرغبة، وهو جاك لاكان الفيلسوف الشهير جدا. كان بيحاول يربط بين الرغبة البشرية والإعلانات، كنت لسه بكلمك عليها. إن دايما الإعلانات بتستغل حتة اللاوعي دي، دايما بتكون بتحاول تغذي الفكرة بتاعت إنه أنت لازم تمتلك حاجة مش معاك. وممكن ما تكونش أنت محتاج الحاجة دي أصلا، لكن لازم تمتلك الحاجة اللي مش معاك دي علشان دايما تبقى كويس. انت مش كويس كده على فكرة، طول ما الحاجة دي مش معاك انت مش كويس، انت مش في امان. دايما بيلعبوا على حتة الامان دي والسيف. دايما دايما انت مش في امان لان انت مش معاك الحاجة الفلانية. طب يا جماعة انا مش عاوز الحاجة الفلانية دي، انا في غنى عنها. لا، انت هتبقى احسن لو هي معاك. لما نيجي نروح لنقطة تانية في حلقة النهاردة، آثار الاستهلاك على المجتمع. هو الاستهلاك بيعمل ايه في مجتمعاتنا؟ هنتكلم في 3 نقط. أول حاجة اقتصاديا، إن هو الاستهلاك الزايد عن اللزوم خصوصا في مجتمع ما، يعني خصوصا في المجتمعات النامية اللي احنا عايشين فيها، بيزيد الفجوة الطبقية وبيركز إن الناس دايما بتحاول تشتري الحاجة الرفاهية على بدل من الضرورية. يعني احنا بقينا مركزين يا جماعة في أغلب الحاجات اللي احنا بنشتريها، أغلب المقتنيات اللي احنا بنقتنيها، على إنه هو إيه اللي يخليني مميز ومرفه عن باقي الناس. مش بدل كده لا نركز نشوف ايه الضروري اللي نشتريه، اللي مش ضروري نبعد عنه. لا، ده ما بيحصلش، وده للأسف بيؤدي لفجوة كبيرة جدا بين الطبقات الاجتماعية. الغني بيزداد غنى والفقير بيزداد فقر. تاني نقطة نفسيا، دايما انت حاسس بعدم رضا. دايما انت حاسس انك اقل من فلان لانك مش معاك العربية الجميلة دي، او مش ماسك التليفون التحفة اللي هو ماسكه. وده برضو راجع لفكرة انك انت زي ما قال جاك لاكان من شوية، انك حتة اللاوعي عندك هو قادر يلعب عليها بشكل كبير. دايما حاسس ان هو مميز عنك، وان هو اوكي انت اللي مش تمام. انت مش تمام ليه؟ علشان انت مش معاك الحاجة دي خالص خالص.
وده الفارق بصراحة، ده فارق ما بين وعي واحد ووعي تاني بيتم اللعب فيه عن طريق الإعلانات بشكل كبير. تالت حاجة بيئيا، إنه بسبب إنه إحنا بقينا مرفهين زيادة عن اللزوم، مجتمعاتنا بقت بشكل كبير متمدنة بزيادة عن اللزوم، بقينا بنستنزف الموارد الطبيعية والبيئية بشكل إحنا مش قادرين نتخيله لخدمة أغراض ترفيهية هي ملهاش لازمة في الحقيقة خالص. نروح لآخر نقطة معانا في حلقة النهاردة، وهي فكرة الحلول والرؤى اللي بتقدمها لينا الفلسفة. الفلسفة هي مش هتقدم حلول نهائية، لكن هي هتفتح أسئلة وأبواب للنقاش. دايما يا جماعة هي الفلسفة بتلعب على نقطة إن هي تشغل دماغك عشان تسأل، وكونك بتسأل فأنت هتبدأ تناقش، فبالتبعية هتقدر توصل لحلول. أول حاجة الفلسفة بتتكلم فيها هي فكرة زيادة الوعي. عن طريق إيه؟ عن طريق أكتر من حاجة. في الأول لازم نبني فلسفة اسمها فلسفة الاستهلاك المستدام. يعني إيه؟ يعني إحنا دايما لازم نحط في دماغنا إن إحنا نحقق التوازن ده، إن إحنا نحقق التوازن بين الرغبات اللي إحنا عايزينها والاحتياجات الأساسية. لازم نكون فاهمين الميزان ده كويس علشان نقدر من خلاله نفضل نستهلك بشكل طبيعي، مش بشكل زيادة عن اللزوم. التوازن ده مهم جدا، عمره ما بيحصل غير عن طريق حاجة اسمها الاستغناء. لازم تستغنى عن الحاجات اللي هي غير مفيدة ولا هتضيف لك أي حاجة في حياتك. تاني نقطة إن إحنا لازم نعمل قوانين معينة بتحافظ على سياسة العدالة في توزيع الثروات. خليك كده فاهم دايما إن في المجتمع هتلاقي في طبقتين متناحرتين دايما بيتخانقوا في بعض، وهي الأغنياء جدا والفقراء جدا. الغني ده بيزداد غنى بشكل كبير والفقير بيزداد فقر. ده راجع لإيه؟ لأن الدولة دي ما فيهاش توزيع عادل لثروات المجتمع، وده بيؤدي لخلخلة كبيرة في النظام الاقتصادي بتاع الدولة. التالت نقطة وهي فكرة التعليم والتوعية. يا جماعة مفيش حاجة بتتطور في مجتمع غير لو وراها تعليم. لازم يكون التعليم هو الأساس علشان نقدر يكون عندنا الوعي اللي اتكلمت عنه من شوية، في ايه اللي نشتريه وايه اللي مش مفيد لينا، ايه احتياجات أساسية وايه رفاهية ملهاش قيمة. رابع نقطة هي التركيز على الأساس بدل من تحقيق مبدأ الوفرة. يعني أنت لازم تشتري. دايما في الاقتصاديات بتقولك إن لازم نشتري الحاجات الأساسية وبعد كده نفكر في الرفاه. الرفاهية مش دايما بتكون هي المناسبة لينا. الرفاهية في أوقات كتير بتخلينا مش قادرين نتعامل مع المجتمع، مش قادرين نقف على رجلينا كويس، لأن أنت خلاص بقيت مرفه. لكن لما تكون معتمد في الاقتصاديات بتاعتك إن أنت تركز على الحاجات الأساسية اللي هنجيبها بس، ونبعد عن فكرة مبدأ الوفرة، إنه لأ كل حاجة لازم تكون متوفرة، كل حاجة لازم تكون متوفرة وبزيادة وبفايض كمان. ده مش صح خالص، وبيساعد وبيسرع عملية الفقر اللي موجودة في المجتمع. طبعا الحلقة بتاعت النهاردة مبنية على أكتر من فكر الفيلسوف زي ما ذكرت، كارل ماركس، جاك لاكان. وهو ده كان موضوع الحلقة بتاعتنا النهاردة، العدالة الاقتصادية، وإزاي عرفنا إن الفلسفة ليها دور كبير في إن هي تحاول، مش هقول تنهي، لكن تقلل من دايرة الفقر. في نهاية الحلقة أنت كنت بتشوف برنامج الفيلسوف، وفي الآخر ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب للقناة، وأشوفكم في فيديو جديد. سلام.